طيب الله أوقاتكم أينما كنتم سيداتي وسادتي بكل خير. أحييكم وفي ميلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية استهلوها بالعناوين. فخامة الرئيس أفورقي يلتقي بالمبعوث الأممي الخاص للشؤون السودانية. إريتريا تشارك في اجتماع تغير المناخ. افتتاح مهرجان الإريتريين في جدة تحت شعار ضمان السلام بالتصدي. مباحثات أمنية صينية روسية في بكين. مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد من طهران أن أمن العراق من أمن إيران. كولومبيا تعلن حالة طوارئ وطنية بسبب الفيضانات. السلام عليكم ورحمة الله. التقى الرئيس أفورقي بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السودانية السيد رمضان العمامرة صباح اليوم 12 من نوفمبر بقاعة دندن. وأوضح الرئيس وضع المنطقة الحالي بصورة عامة والنزاع في السودان على وجه الخصوص وضرورة حل الشؤون السودانية عبر السودانيين بأنفسهم بعيدا عن التدخلات الخارجية ليحافظ السودان على سيادته ووحدته الوطنية ويتمتع بمكانته في المجتمع الدولي. وأوضح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السودانية السيد رمضان العمامرة بدوره هدف اللقاء والذي يركز على التشاور والتباحث مع فخامة الرئيس كونه يتمتع بخبرات عميقة في أوضاع المنطقة والشأن السوداني خاصة بالإضافة إلى تقييمه السليم حول لم شمل الأطراف المتحاربة في عملية تفاوضية هادفة للسلم وإيجاد حلول جذرية لضمان استقرار السودان وشعبه. وأفاد السيد العمامرة لوكالة الأنباء الإريترية استفادته من الأفكار النيرة للرئيس التي تساعد في فهم التدخلات الخارجية التي تؤدي بالوضع في السودان إلى مزيد من التعقيد وكيفية جمع طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض بالإضافة إلى قراءة الوضع والتطورات الميدانية جيدا. حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. يذكر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السودانية الجزائري السيد رمضان العمامرة قام بزيارة ولقاء مماثل مع الرئيس أفورقي في 25 من إبريل من هذا العام. تشارك إريتريا بوفد برئاسة وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبل سلاسة في مؤتمر الأمم المتحدة 29 للمناخ المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة من 11 إلى 22 من نوفمبر الجاري. ودعا رئيس الدورة 28 في كلمته الافتتاحية جميع الدول الأعضاء إلى العمل من أجل التوصل إلى قرار تنفيذي توافقي خلال اليومين المقبلين. من جانبه أوضح رئيس الدورة 29 للمؤتمر وزير البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجاني أن من الخطأ تجاهل الآثار المتفاقمة لتغير المناخ والاعتقاد بأن المشكلة سيتم حلها من خلال القرارات الورقية والتعبير عن التعاطف. وقال الأمين العام التنفيذي لمعاهدة التغير المناخي في الأمم المتحدة سايمون ستيل إن من الضروري تعبئة القدرات المالية والتكنولوجية لمكافحة المشكلة. وسيناقش المؤتمر التمويل ونقل المعرفة والتكنولوجيا والأهداف المساعدة في قدرات تحمل تغير المناخ ودعم المتضررين من التغير المناخي. افتتح مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق مهرجان الإريتريين في جدة تحت شعار ضمان السلام بالتصدي مساء الأحد 10 من نوفمبر الجاري بحضور الدبلوماسيين وأصدقاء إريتريا من الأجانب وعدد كبير من المواطنين. يختلف مهرجان هذا العام الذي يحتوي على معارض صور متنوعة للنشاطات التي تقيمها الجالية ومشاركاتها وأنشطة الاتحادات المختلفة وبازار لمحلات إريتريا ونماذج لأدوات بيت القوميات بالإضافة إلى نشاطات علمية وأكاديمية يعرضها طلاب وطالبات مدرسة الجالية التي ستتواصل حتى 15 من نوفمبر. وتفيد الأنباء بأنه تقام منافسات رياضية لكرة القدم والطائرة والسلة بمناسبة مهرجان الجالية الإريترية 2024 في جدة. يذكر إحياء مهرجان جالية إريتريا في الرياض في 7 و8 من نوفمبر الجاري.
دعا مكتب الزراعة في مديرية عتكة ليزان المزارعين لتوخي الحذر والإسراع في حصاد المزروعات وجمع المحصول وحشائش العلف الحيواني. ودعا مسؤول المكتب السيد أسفل الدد قبر برهان المزارعين لمضاعفة الجهود لتحقيق نتائج زراعية جيدة. وذكر زراعة مختلف أنواع الذرة الرفيعة والبقوليات والبذور الزيتية هذا العام في مساحة تبلغ 3890 هكتارا. وقال إن المزارعين الذين استخدموا بذور القمح المختارة حصلوا على حوالي 60 كنتالا من الهكتار الواحد. وحث للإسراع في الحصاد توخيا من الأمطار المتأخرة التي قد تتلف المزارع. عقد رئيس الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا السيد صالح أحمد الدين في 9 من نوفمبر سمينارا بعنوان بناء الوطن ببناء مواطن صالح بجهود متضافرة. وأوضح السيد صالح أحمد الدين في السمينار الذي نظمه فرع اتحاد الشباب والطلبة في إقليم عنسبة إن دور المعلم في تأهيل مواطن صالح ومنتج ومثقف وواعي يعد من أهم أساسيات تنمية البلاد وتقدمها. وأوصى السيد صالح المعلمين باعتبار أنفسهم المسؤولين عن التوجيه والتأثير على الأجيال الجديدة بالاطلاع ليساعدهم ذلك على تأهيل الشباب بالإضافة إلى المسؤولية المهنية التي تقع على عاتقهم ومضاعفة الكفاءة التعليمية التي تتزامن مع الكفاءة الإدارية. وأكد المشاركون مدى تطلعهم لتأهيل مواطنين يتحلون بالمهارات العلمية ويقتدون بالقيم والعادات الاجتماعية. وأضاف مسؤول التعليم في إقليم عنسة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل إن المعلم هو مواطن يفتخر بمهنته التي تضعه في مكان عظيم، مؤكدا تضافر وزارة التعليم مع اتحاد الشباب والطلبة لضمان جودة التعليم. التقى في 6 من نوفمبر موظفو المؤسسات الحكومية للتشاور حول إنجاز المشاريع التنموية في مديرية نقفة. وأوضح مدير المديرية السيد يعقوب إدريس الأنشطة التنموية التي نفذت بهدف الحفاظ على المياه والتربة ومساعدة أسر الشهداء والمحتاجين، بالإضافة إلى الطريق الترابي الذي يتم إنشائه بالتعاون بين أعضاء قوات الدفاع والشعب في ضاحيتي أقرع لعلاي وأقرع تحتاي. وأضاف السيد يعقوب إن السدود والبرك التي أنشئت بالتعاون أعضاء قوات الدفاع والشعب ساهمت في تخفيف معاناة الشعب في توفر المياه الصالحة للشرب. وأوصى السيد يعقوب في الختام الجميع لتأكيد المشاركة الواسعة لإنجاح الأنشطة التنموية، معبرا عن الأداء المرضي الذي لوحظ في إنجاز المشاريع التنموية. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. اجتمع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شايغو لإجراء مشاورات أمنية في بكين فيما يعمق البلدان العلاقات بينهما وسط احتجاجات الغرب. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن الجانبين ناقشا القضايا الرئيسية التي تتعلق بالمصالح الأمنية الاستراتيجية للبلدين وتعزيز الثقة المتبادلة بينهما. من جهتها قالت روسيا إن المحادثات تتناول المشكلات الحالية للأمن الدولي والإقليمي، إضافة إلى مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالتعاون الثنائي. وسيحضر شايغو معرض الصين الدولي للطيران والفضاء هذا الأسبوع الذي ينظم كل عامين في مدينة جوهاي الجنوبية. وستقوم المقاتلة الروسية الشبح المتطورة سو 57 بطلعة استعراضية خلال المعرض. وتعهد وزيرا دفاع البلدين سابقا بتعميق التعاون بين جيشي بلديهما. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن شراكة بلادها مع الصين لا تستهدف دولا أخرى، لكن القوتين قد توحدان القدرات إذا واجهتا تهديدا من الولايات المتحدة. أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن بلاده ستتصدى لأي مخطط أمني ضد إيران، مشددا على أن أمن العراق من أمن إيران. ودعا الأعرجي خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني في طهران إلى ضرورة وقف الاعتداءات في غزة ولبنان وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة. من جهته أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن التعاون الأمني بين البلدين مهم جدا، ويعزز التعاون المشترك في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية. وكان وزير الخارجية الإيرانية زار العراق في أكتوبر الماضي، وأكد حينها ضرورة كبح الاعتداءات على غزة ولبنان، وأشار إلى أن بلاده لا تريد الحرب والتوتر، لكنها مستعدة لكل السيناريوهات.
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو حالة طوارئ وطنية في جميع أنحاء البلاد بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة على الأمطار الغزيرة. وذكر بيترو بعد اجتماعه مع مسؤولين محليين بالعاصمة بوغوتا أنهم أعلنوا حالة الطوارئ الوطنية من أجل تقديم مساعدات أسرع لمتضرري الفيضانات. وأوضح أن كولومبيا تعاني مشكلات ناجمة عن تغير المناخ وأن جميع أنحاء البلاد تأثرت بشدة من كارثة الفيضانات. يذكر أن فيضانات وانهيارات أرضية حدثت في العديد من المدن الكولومبية مع بدء موسم الأمطار الأسبوع الماضي، ما أثر سلبا على حياة أكثر من 250 ألف أسرة. حذرت وكالة الأمم المتحدة للطفولة من أن صحة 11 مليون طفل في إقليم البنجاب بشرق باكستان معرضة للخطر بسبب تلوث الهواء الذي يقول الخبراء إنه أصبح في موسمه الخامس في السنوات الأخيرة. وغطى الضباب الدخاني السام العاصمة الثقافية الباكستانية لاهور و17 منطقة أخرى في البنجاب منذ الشهر الماضي. ويقول مسؤولو الصحة في باكستان إن أكثر من 40 ألف شخص عولجوا من أمراض الجهاز التنفسي وفق وكالة أسوشيتد بريس. وأغلقت باكستان المدارس حتى 17 من نوفمبر في أجزاء من البنجاب كجزء من التدابير الرامية إلى حماية صحة الأطفال. وأمرت السلطات بإغلاق جميع المتنزهات والمتاحف لمدة 10 أيام، وحثت الناس على تجنب السفر غير الضروري. أختم النشرة بتذكير بالعناوين. فخامة الرئيس ياسر أفورقي يلتقي بالمبعوث الأممي الخاص للشؤون السودانية. إريتريا تشارك في اجتماع تغير المناخ. افتتاح مهرجان الإريتريين في جدة تحت شعار ضمان السلام بالتصدي. مباحثات أمنية صينية روسية في بكين. مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد من طهران أن أمن العراق من أمن إيران. كولومبيا تعلن حالة طوارئ وطنية بسبب الفيضانات. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.